لما تيجي تعملي بسبوسه الاكياس الجاهزه لازم تعملي السكر الاول علشان نسيب الشربات بتاعها يهدى خالص ويبرد خالص، لازم يبقى هو بارد وهي سخنه او العكس. فهنجيب كوبايه وتلت من السكر الخشن، السكر حبيبات، نحط عليه كوبايه وتلت برده ميه زيه، وندوب كل بقى السكر دوت في الميه، ونديله عصره ليمونه، ونجري كده ورا البذر نلمه، ما نسيبش اي بذور خالص في السكر. بعد ما دوبنا كل السكر ده نرفعه على النار، بعد تاني غلوه بالظبط بطفي عليه النار وبديله مكعب من الزبده ومعلقه من السمنه البلدي تطعمه معانا، وشويه من الفانيليا، وممكن نستغنى عن السمنه والزبده ديت، ونطفي عليه النار ونسيبه يبرد. بعد كده هنجيب كيس البسبوسه الجاهز اي نوع، مش شرط نوع معين، ونحطه في البوله بتاعتنا وننزل عليه بربع كوبايه من السمنه اللي هم 3 معالق من السمنه. وانا بفضل النوع دوت من البسبوسه مش عشان بس موفره، لا كمان ما بيبقاش سكرها كتير. يعني البسبوسه التانية بندي سكر في العجين وبندي عسل وبعد كده بنسقي بالسكر، فبتبقى حلوه قوي وبتبقى سميكه قوي، انما البسبوسه دي بتبقى اخف قوي عن اللي هي بالسميد السايب، وتكلفتها طبعا اقل، مش بنتكلف فيها غير تمن الكيس بتاع البسبوسه، وطبعا السمنه موجوده عندنا في البيت. ببص بقى كده تبسيه بايدك الدقيق دوت مع السمنه لما يشربها خالص كده، بجيب بقى باكو البيكنج باودر، يبقى دي التكلفه التانية، ومع كوبايه الزبادي. يبقى احنا عندنا يبقى اللي اشتريناه من بره ايه، الباكو البيكنج باودر وكيس البسبوسه وعلبه الزبادي. وممكن لو عاملين الزبادي في البيت هيبقى الدنيا اوفر تماما. نبتدي بقى بعد كده نقلب تقليب، بتجيبي من تحت لفوق زي ما هوريكي كده دلوقتي بالبطيء، من تحت لفوق تشربيها كده اهو. خلاص هي البسبوسه بعد ما يعني ما اضاف لها الاضافات ديت مش عجن، تقليب بس تتشرب في بعضها. ننضف ايدينا ونجيب صينيه مقاس 28 دهنينها سمنه، ونبدا ننزل بالخليط بتاعنا ده. يبقى انت بتبداي تبسيه بعد كده بالسمنه، وبعد كده تقلبي فيه البودر والزبادي، وكده خلصت معاكي احلى صينيه بسبوسه واسرع صينيه بسبوسه واكتر صينيه بسبوسه كمان اقتصاديه. لو عندك جوز هند تقدري تضيفي كمان في العجينه جوز هند، هيبقى حلو قوي. مش عندك هي فيها نكهه جوز الهند وفيها كل حاجه. اساوي بقى كده كل الصينيه بتاعتي واديها شكل حلو، فبجيب شويه ميه في نفس البوله اللي كنت شغاله فيهم، شويه ميه فاترين، وبايديا كده ابلهم في الميه واساوي وشها. ما تخافيش الميه دي مش هتعملها اي حاجه، هي بتساوي الشكل كده وبتدينا وش متساوي. البسبوسه بيبقى شكله تحفه زي ما احنا شايفين كده. اشيل بقى الميه ديت واجيب ده كيس كاجو بيتباع في السوبر ماركت جنبي ب 20 جنيه، تقدري تستغني عنه خالص، بس انا حبيت اروق عليهم يعني، وهو مش غالي زي ما قلت لك ب 20 جنيه. نجيب كده وحدات الكاجو ونقسم الواحده اتنين، لو عندك سوداني هيقضي معايا الغرض حلو جدا. ممكن نعملها كمان بالبندق هتبقى ظريفه قوي، بس انا يعني ايه حبيت الكاجو افضل. فبنفتح الواحده اتنين كده ونحط النص كده ونص كده لحد ما نوزع كل الكاجو على البسبوسه بتاعتنا. ما تغرزوش قوي لان هي هتعلى في الفرن والكاجو ده هيدخل في قلبها. حطيت كل الكاجو بالطريقه ديت، نديها بقى كده ايه خبطتين عشان نفرغ فيها اي هوا يكون جواها، نخبطها كده على الرخامه يخرج منها وما تطلعش البسبوسه معايا مكبوسه كده، تطلع هشه كده وجميله. دخلتها فرن على درجه حرارته 180، لما تاخد معايا اللون الجميل دوت بخرجها. طبعا الشربات انا عملته وبرد، بفضل اسقي البسبوسه. هسقي البسبوسه بالشربات دوت، تسقيه على مرحلتين او 3. طول ما هي بتاخد البسبوسه الشربات بتاعها كده وتشربه، فهي لسه هتاخد معاكي شربات تاني، فاديها بالراحه كده وهي هتشرب منك، اوعي تعوميها شربات. خلاص طالما كده الشربات بقي على الوش زي ما احنا شايفين كده، خلاص احنا مش هندي ده شربات تاني، خلاص كده انتهت معانا، وتتشرب كده شويه الشربات اللي فيها دول، وكده تمام. نوزعه كده في جوانب البسبوسه كلها، هي كده بقت تحفه. نبرد بقى ونحط في التلاجة ونقطع، ممكن نحط عليها ايس كريم، ممكن نحط عليها قشطه، ممكن رشه جوز هند، وهتبقى ده شكلها وارتفاعها بعد ما بردناها كده وسويناها. بصوا بصراحه تحفه وتحليه جميله وسريعه ولذيذه واقتصاديه، مش مكلفه قوي. تقدري تقتصدي فيها اكتر من كده كمان، يعني نلغي المكسرات اللي على الوش، نحط جوز هند، ممكن نحط سوداني، ممكن من غير اي حاجه خالص تبقى بسبوسه ساده. وعايزه اقول لك طعمها تحفه وطريه ومرمله وتجنن، وحاجه سريعه وسهله. وبصراحه ديت احلى واخف كتير من اللي هي التانية متخلطه معاها عسل وسكر وكده، بتبقى طعمها حلو قوي وتقيله قوي وشديده قوي. انا بحب دي اكتر، جربوها ويا رب تعجبكم. وتحليه رمضاني لذيذه، وكل سنه وانتم طيبين. ويلا ولو تابعوني من الفيسبوك لايك، ومتابعة من اليوتيوب لايك واشتراك، واقول لكم سلام واستنوا الفيديو الجاي.